نعم الله علينا كثيرة جدا، لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من النعم ما هو معتاد متكرر، ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى 3 أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.